السلام عليكم يا حبايبي، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده جايه اتكلم في موضوع مهم جدا، بس قبل اي حاجه لازم تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه اللي ما اشتركش يشترك، وتعملوا شير للفيديو دوت علشان ان شاء الله يوصل لاكبر عدد، عشان قناتي مش هتكبر الا بيكم. النهارده جايه اتكلم في موضوع مهم جدا. الموضوع دوت هو اطفال الشوارع. طبعا كلنا شفنا الله يرحمها لقاء المشردة اللي هي مشهورة بلقاء المشردة. الله يرحمها، هي توفت. القصة دي طبعا حزنتنا كلنا، وللأسف واللي أحزني قوي إن البنت دي اترمت في الشارع وهي عندها 11 سنة. وللأسف باباها موجود وعايش، يعني باباها هو اللي رماها في الشارع. أنا مش هدخل في تفاصيل القصة لأن القصة كلكم عارفينها، لأن مش بحب أخوض في كلام. يعني ما ينفعش إن هو يتقال اللي هي ماتت وما يجوز عليها غير الرحمة. احنا جايين بقى دلوقتي بنتكلم عن مشكلة كبيرة جدا، ان الاب والام بقوا مجهزين. يعني احنا كنا الاول بنعاني ونقول ايه؟ كنا بنتكلم في ان في عقوق ابناء. دلوقتي احنا بنتكلم ان في جحود اباء. ودي مشكلة كبيرة، ان الحنان والرعاية اتمحت من قلوبنا. لما ام ترمي بنتها في الشارع واب يرمي بنته في الشارع وما يعرفش عنها اي حاجة وهي عندها 11 سنة، اللقاء دي فيه منها كتير، اذا كان بنات او صبيان. التفكك الاسري، التفكك الاسري احنا هنتكلم بقى دلوقتي في التفكك الاسري، ويمكن حالات الطلاق اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده نتج عنها ايه؟ نتج عنها اطفال شوارع. الام بتتجوز، الاب بيتجوز، البنات او البنت او الولد بيبقوا عقبه في حياتهم، فيقوموا يعملوا ايه؟ يرمي عيالهم في الشارع. زمان نرجع نقول زمان. زمان عارفين يعني ايه كلمه زمان؟ زمان كان الاخلاق، كانت الرعايه، كان الحب، كان الترابط، كان المودة، كان في كل حاجة حلوة. النهاردة بالله الأم بتعمل إيه؟ قريتوا كلكم؟ الأم اللي قتلت ابنها 5 سنين ولا معرفش كام سنة وكلته. تخيلوا أم بتاكل ابنها، ذبحته، وقفت تذبحه وتاكله، وبعد ما كلته يعني هي سلقته وكلته. يعني الموقف والمشهد لو احنا تخيلناه، ام بتقتل ابنها وكمان بتاكله ويهون عليها، وهي يعني انا مش متخيله الصراحه. انا مش عارفه، يمكن القصه دي في وقتها وجعتني قد ايه وخلتني اخاف. امبارح لقينا ام قتلت برضو بنتها، كانت في اعدادي او اولى اعدادي حاجه زي كده، تقول لها ارحميني يا امي، ارحميني يا امي، والام نازله فيها طعن وبتموتها. هو ايه اللي حصل فينا؟ هو احنا الادميه جوانا اتمحت؟ الانسانيه بتتمحي مننا؟ احنا قلنا اطفال الشوارع دي مشكله من المشكلات اللي ممكن تكون قنبله موقوته، لان هم بيختاروا قوي. ان احنا قلنا، لو انا اتكلمت فيها قبل كده على فكره في على الفيسبوك، وكتبت كمان عنها شعر. يعني احنا قلنا لو بلدنا دي فيها 1,000,000 طفل مشرد هيكونوا قنبلة. يعني عارفين ايه قنبلة؟ ممكن يعني يعني ممكن تدمر المجتمع. ممكن هتلاقي فيهم، هيطلع فيهم ايه؟ طبعا ما هو هيطلعوا ايه؟ بتوع مخدرات، بتوع يعني اغتصاب وحاجات كده. هو هنلاقي في منهم حرامية، هنلاقي فيهم كل حاجة. ما فيش انتماء بقى، ما فيش جواهم الحب ان هم يحبوا حتى الوطن. لكن انا يمكن لقاء كان يعني اتفرجت عليه على حلقه بتقول ايه، انا ما حدش جه وقف جنبي، انا حتى مش يعني مش يعني كل قسي عليها. حتى البلد رجعت قالت لا، البلد لا، ما قاستش عليا. الناس اللي حواليها اللي هم قاسوا عليها. يعني شفت انت مدى الانتماء بتاعها؟ يعني حتى هي مش يعني جواها وطنيه انها تحب البلد، وما رضتش ان هي يعني تشوه صوره بلدها. دي حاجة أنا شفتها فيها، يعني الكلمة دي عجبتني فيها قوي. قلت يعني برغم من كده هي بتحب بلدها. الله يرحمها بجد، الله يرحمها. كام لقاء عندنا دلوقتي؟ يعني احنا ما قدرناش ننقذ لقاء ولقاء ماتت. احنا عندنا قصص كتير قوي في الشوارع، لو نزلنا هنلاقي اطفال كتير مرمية في الشارع. إيه اللي نايم في الشارع؟ احنا ما قلنا مش في مؤسسات، في ساعات مؤسسات بتاخدهم وهم بيهربوا. الناس دي عندها حالة نفسية، اكيد شافت اللي محدش شاف. قساوة من الام، قساوة من الاب، قساوة قست عليهم قوي ان هم مش طايقين حتى يقعدوا مع امهم وابوهم. يعني انا مش متخيلة ان الطفل يكره يقعد في بيت عشان خاطر المعاملة.
وصل بينا الحال ان يبقى في كده حاجات كده بتحصل في المجتمع، ان في قساوة على الاطفال. يعني احنا كنا نقول ايه، الابن بيبقى عقل امه، الابن عقل ابوه. لا، احنا ما بقيناش دلوقتي نلاقي عقل ابوه وامه، لا احنا بقينا نلاقي الام اللي جاحده على ابنها او بنتها، بتعاملها اسوأ معامله. هو ايه اللي حصل؟ ده الام دي كانت الحنان والرعايه والمسؤوليه. ده الام لما كان ابنها قبل ما يتعب تحس بيه ان هو هيتعب، ولما بيتعب اصلا بتتعب زيه وتنام جنبه. دي الامهات بتاعت زمان، دي الامهات اللي هي ايه، كنا احنا عارفينها، اللي هي بتخاف على عيالها، بتخاف على بيتها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ان يبقى عندنا اطفال كتير مرميه في الشوارع؟ نتاج ايه؟ التفكك الاسري قلنا. نتاج ايه تاني؟ نتاج ان احنا بعدنا عن ربنا. نتاج ان في ناس، يعني مش عارفه اقول يعني، بيبقى في اطفال من حرام كمان بيترموا في الشوارع. يعني نلاقي اطفال لسه مولوده رامينهم في الشارع. بعدنا عن ربنا. يعني الام اللي اكلت ابنها دي ما جاتلهاش لحظه كده خوف من ربنا؟ يعني جواها ما فيش ايمان كده انها حتى يعني موتي ليه، تقطعيه ليه، تاكليه؟ في حاجه غلط، في ايه؟ ما هو اكيد الغلط ان احنا بعدنا عن ربنا، بس في حاجه تانية. ايه هي؟ الله اعلم. هل للدرجه دي الشيطان مأثر علينا؟ هل للدرجه دي ان احنا فعلا ان احنا مش قادرين، ان احنا ايماننا يبقى ضعيف قوي دلوقتي، ان احنا مش قادرين نقاوم حتى ان الشيطان يتغلب علينا، ان احنا نبعد عن اي حاجه فيها حرام، ان احنا نقول يا رب ونبتدي نلجأ لله، نبتدي نقول يا رب احنا محتاجينك قوي دلوقتي. احنا فعلا بنتوه عن طريق الله، وده اللي بيحصل منا. بنلاقي كل يوم جريمه اصعب من اللي قبلها، بنلاقي كل يوم مشكله اصعب من اللي قبلها، لان مفيش حل جذري. احنا ما بنحلش الحلول من جذرها. يعني احنا دلوقتي لو طبقنا قانون ان لو ام موجوده واب موجود وترموا ابنهم في الشارع، دول يتعاقبوا، ويبقى في قانون ان هم يتحبسوا كمان، يبقى في قانون ان احنا نحمي الاطفال ديت من العنف الاسري اللي هم بيشوفوه. ذنبهم ايه الاطفال اللي هي بتموت ديت؟ والبنت اللي برضو لسه قاريه ان في جريمه حصلت، ان في بنت كانت عند باباها، عمتها وجوز عمتها، بنت طفله صغننه، قعدوا يعذبوها يعذبوها لغايه لما ماتت. ذنبها ايه؟ عملت لكم ايه الاطفال دي؟ ده احنا بنشوف القطه بتحمي اطفالها، القطه بتحمي اطفالها، وانتوا يا بشر مش قادرين تحموا عيالكم. احنا وصلنا لمرحله بصراحه صعبه وخطيره، وكل يوم بنستنى نقول يا ترى بكره هيحصل جريمه ايه، يا ترى بكره هنشوف ايه اصعب، لان احنا بقينا نستنى الاصعب، من اصعب لاصعب. فربنا يسترها علينا. والله يرحمك يا لقاء. واتمنى ان احنا نساعد كام لقاء مرميه في الشارع دلوقتي، بتتعرض للاغتصاب، بتتعرض للاهانه، بتتعرض لحاجات صعبه جدا انها تبقى يعني سلعه بيتعرضوا ان هم بيبقوا سلعه في الشوارع، سلع لتجاره المخدرات، سلع للتسول، سلع لحاجات كتير قوي. واطفال بتتخطف ويترموا في الشوارع، ويبقوا نتيجه ايه؟ نتيجه ان هم بيستغلوهم في التسول. لازم يكون في قوانين، لازم يعني لازم الدولة تتحرك. ما هو ده برضو مسؤولية الدولة، ان احنا برضو لازم يكون ليهم حل، ما يبقوش مرميين في الشارع. الناس يبقى مثلا في دورية امن معدية وطفل مرمي في الشارع في الارض. طب ما نشوفوا ده مين؟ الطفل اجباري يتاخد، يتحط في مصحة، يتحط في اي مكان، يعني زي بتاع الدار للاطفال كده يحموهم، مؤسسات. لازم يكون لنا دور اكبر من كده، لازم يكون في تحرك اكبر من كده عشان نحمي الاطفال اللي مرميه في الشوارع. مليون طفل، لو مليون طفل وهم اكتر من كده في الشوارع، احنا قلنا دي قنبله موقوته، بيستغلوا في كل حاجه. تخيلوا انتوا بقى يعني مليون طفل يحاربوا بيهم العالم، ده جيش تاني يعني. احنا قلنا ممكن يستغلوا في حاجات كتير جدا، وده غلط برضو. احنا مش بس احنا اللي بنعاني على فكرة، الدول العربية كمان فيها بتعاني من الحروب اللي احنا شفناها، الحروب اللي بقت في الدول دي كلها. في بقوا فيهم اطفال كتير قوي بقوا معرضة ان هم يبقوا تجارة، الاطفال بقى يتاجروا بيهم، بقوا اعضاء بشرية وحاجات كتير قوي. المشكلة اللقاء دي مشكلة، يعني لازم تكون جرس انذار للمجتمع كله. المجتمع كله لازم يتحرك ويشوف الايه، المشكله دي لازم تتحل. اطفال الشوارع، اطفال الشوارع مشكله ولازم تتحل، ولازم كلنا نحلها. والسلام عليكم.